ده دي رنة الماسنجر. يا ترى مين؟ اما اشوف. الو، مين معايا؟ الو، ازيك يا مدام، عامله ايه؟ فاضيه اتكلم معاك 5 دقايق؟ طيب ممكن اعرف الاول انت مين؟ قولي لي اسمك، ما بحبش اتكلم مع المجهول. مش مهم الاسم، تقدري تعتبريني فاعلة خير. طب هو فاعل الخير يخبي اسمه ليه؟ علشان الفاعل دايما مرفوع. بيس. اوكي، فيك اكاونت على صورة شاكيرا واسمه عاشقة الورد، وبتقولي انك فاعلة خير. اعتقد ان انا اقدر اتوقع الموضوع اللي هتكلميه فيه، اللي هو ايه بقى؟ هتقولي لي ان احمد جوزي متجوز عليا. والله العظيم ما بشتغلك ولا ليه اي مصلحه ان احور عليكي. انا مش بكدبك والله يا حبيبتي، ده انا بعرف عليك المقدمات. متجوز واحده اسمها سهى عليه سواق قطر بطاطه. لا انا ما اعرفش اسمها الحقيقه. لا انا اعرف، مش هي برضو طويله كده فرعه زي غادة عبد الرازق؟ ايه ده؟ ايوه صح فعلا طويله قوي. ايوه ما هي دي اسمها سهى. ايه ده؟ يعني انت عارفه؟ طبعا عارفه، من 4 سنين متجوزها، من 4 سنين، وخد لها شقه ايجار جديد في فيصل، وبيخرجوا كل يوم خميس، وما عندهمش عيال عشان هي اتطلقت اصلا من جوزها الاولاني علشان ما بتخلفش. بس اعتقد يعني ان جوز حضرتك اتجوزها يعني كده شفقه، بيعمل خير. خير مين يا حبيبتي؟ هو بيركعها اصلا. انت لو سالتيه مش هتلاقيه عارف الفرق بين العصر والمغرب. بس انا عارفه هو متجوزها ليه، تفاصيل، اصلا بيحب الستات الطويله. والنبي يا اختي زي ما بقول لك كده، ده مريض اسمعي مني. ده انا قفشت في مره بيجمع فيديو في كل المشاهد لهاني رمزي وهو عامل فيها واحده ست. ده مريب يا مدام، بس عايزه صراحه انت مريبه اكتر، ما تزعليش مني يعني. انت ازاي كده؟ علشان عارفه كل ده وساكته يعني. بالظبط، انا كنت جايه انورك لقيتك عارفه كل حاجه، ساكته وصابره ازاي؟ وحياتك انا اعرف من قبل حتى ما يتجوزوا. من مرحله جمال البدايات والورد واللفلفه والقلوب اللي في الواتساب. الله، طب وايه اللي مسكتك لغايه دلوقتي 4 سنين ساكته وصابره عليه ليه؟ وافرضي واجهته، ايه اللي هيحصل؟ هيطلقها طبعا. تضمني لي بعد ما يطلقها ما يبصش بعينه اللي عايزه تتخزق دي لواحده تانية؟ خلاص اطلبي انت الطلاق، وبعد ما اتطلق هعمل ايه؟ اتجوزي غيره. لا خلاص انا قفلت من الصنف كله. خلاص عيشي مع نفسك، عيشي مع حياتك وجددي شبابك، اشتغلي وحققي هدفك وذاتك. وانا اخسر ناطع بيصرف عليا ليه؟ اخرج واواجه الحيوات واشتغل واتعب واتمرمط ليه؟ وانا قاعده برنسيسه في بيتي وهو بالجزمه بيصرف عليا، ما يقدرش يقول لا. طب ليه مش بتقولي له انك عارفه كل حاجه وفاقساه؟ انا دلوقتي باخد عينيه عشان هو بس خايف مني، عشان بس يراضيني، خايف مني ويحذر. لكن لو عارف ان انا عارفه خلصت يا حبيبتي، مش هينفع مع اي حاجه، وهيبقى الموضوع امر واقع. طب وانت هتستفيدي ايه يعني من خوفه ده؟ لا طبعا هستفيد. هو مثلا لو عايز يروح يبات عندها يوم، هيعدي مني ازاي ويقول لي بات فين؟ اكيد هيشوف لك كدبه مقنعه علشان يشتغلك بيها. زي ايه مثلا؟ يعني دي بتختلف، هي على حسب درجه الاي كيو بتاع جوزك. اي كيو بتاع رشح نوكيا، يبقى هيقول لك انه بايت في الشغل. عليكي نور، بايت في الشغل يعني اوفر تايم، واوفر تايم يعني فلوس زياده، والفلوس دي لازم يديهاني اخر الشهر بدل ما اشك فيه. يا بنت اللذينه، ايه ده انت دماغك ماشيه طين. ولو حب يسافر له كام يوم مع البرنسيسه في الصيف ده هيقول لي ايه؟ هيقول لك عنده مأموريه مثلا. عليك يا نور، ومأموريه يعني مكافأة يشتري لي بيها هديه محترمه. ده غير ان طول الوقت بلعب معاه لعبتي المفضله. لعبه ايه؟ بلعب بأعصابه. اقعد مثلا في مره كده احكي له عن واحده صاحبتي جوزها النادل اتجوز عليها، واقول له الدنيا مبقاش فيها امان والرجاله بقوا غدارين. وهو ايه اللي بيحصل بعد كده؟ ساعتها عينه بتبرق وبتروح وتيجي، ووشه بيحمر ويصفر ويجيب الوان، ويحس ان الخطر بقى قريب منه، واني هبتدي اركز معاه. فيعمل ايه؟ هيحاول يلهيني ويتوهني وياخدني بقى دلع خروجات بقى وفسح، ودلع ما شافتهوش سعاد حسني في عز شبابها وجمالها. ها، هو ايه كمان؟ وعلشان احافظ على نفسه ما يتقطعش ارجع احسسه بالامان واني واثقه فيه وانه هيغير كل الرجاله، وانه لو اي حد اتجوز على مراته هو مستحيل يعمل كده. وبيعمل ايه ساعتها؟ على طول احساسه بالذنب ينتابه ويحاول يعوضني عن الجرح اللي هو مسببهولي من غير ما اعرف، فيريحني على الاخر. تصدقي بالله يا اختي، لا اله الا الله، انا اخر مره نظفت شقتي كانت من 3 سنين ونص. 3 سنين ونص؟ ده انت معفنه بقى. لا يا حبيبتي،
هو اللي بينظفها وبيغسل المواعين وبيطبخ الأكل وبيعمل كل حاجة. طب وهو بيعمل كده ليه؟ ما أنا بقى مستموتة فيها وطول الوقت عاملة نفسي عيانة، فبيقدم السبت عشان لما أعرف إنه متجوز عليا يطلع مجاملني. بس مش ده يبقى استغلال يعني يا مؤاخذة؟ وهو لما يتجوز واحدة وياخد زهرة شبابها وبعدين يرميها في البيت يربي العيال ويروح يدلع نفسه مع واحدة تانية، يبقى شايفها ايه؟ جارية. عليكي نور، وانا كمان شايفة زبون. فين المشكلة بقى؟ مفيش اي مشكلة، بس انا عندي ليكي مفاجأة يا حبيبتي، والنبي ما تكملي هحرقها لك. انتي احمد جوزي، وكنت بدأت تشك فيا اني هرشاك وعارفة حكايتك وجاي تتأكد، واتأكدت خلاص. سؤال بقى، هو الطلاق ينفع تكست ولا ابعتلك فويس نوت؟ يا اختي كده ينفع وكده ينفع، بس تبقى اشوف لك حته تبات فيها عشان سهى صاحبتي وانتمتي مضتك على كل ما تملك، وقسمنا مع بعض انا وهي. بس لنفسك بقى يا حموتي يا مفترية. انتمتك الحقوني انا بموت في قلبي قلبي يا بنت الكلب. احمد انت كويس يا حبيبي؟ احمد يلا الله يرحمك. انا جبت الكتاب وهي خد درس.